السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد، يا رب يعجبكم. النهاردة هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نغير كده الفرش ده ونحط بقى الفرش الشتوي، ونغير كده شكل الشقة خالص. لما نشوف مع بعض كده هنعمل ايه. بصوا الترابيزة اللي انتوا شايفينها دي، دي ترابيزة كانت عندي والدتي، خدتها منها وقلت احطها بدل اللي انتوا شايفينها دي. قولوا لي يعني ايه رأيكم؟ دي احسن ولا اللي هي محطوطة من الاول احسن؟ انا عايزة اشيلها بس عشان زي ما انتوا شايفين كده، يعني في رجل كده مش مظبوطة، عايزة تتظبط. تمام. هنبدأ نعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده الدنيا مكركبة. طبعا هنبدأ بقى نشيل كل الكلام ده، وهنبدأ واحدة واحدة نشوف هنعمل ايه. تعالوا معايا. هنا بقى أول حاجة عملتها، دخلت على الشبابيك طبعا بتاعة الصالة. زي ما انتوا عارفين هنا عندي العصافير بتقف على السور ده على طول، ومبهدلالي بصراحة السور والإزاز برضك بتاع الألمونتين. هبدأ أشيله الأول، بس هشيل كده التراب زي ما انتوا شايفين. وبعد كده نبدأ بقى اجيب حتة مبلولة كده، هطري بس ايه مطرح الحاجات اللي موجودة دي عشان تبقى سهلة معايا ان هي تتشيل. هبدأ ايه امشي عليها كده. وهنا بصوا بقى لقيت في الشباك الألمنتين مطرح المجرى، شايفين عصافير مبهدلالي الدنيا بطريقة بصراحة صعبة. لقيت عيش وقشر لب، ويعني بصوا برضو الإزاز هنا متبهدل برضو بنفس الطريقة. هبدأ اجيب بقى المكنسة وهبدأ اشفط بقى كل الكلام ده. طبعا في بيبقى في المكنسة زي كده بيجي معاه زي يعني بوس كده رفيع، وبرضك فرشة رفيعة كده لو هتعملي بيها مثلا الانتريه الكلام ده كله. فبصراحة دي حلوة كمان، لمت لي التراب والاماكن اللي انا ما كنتش عارفة اجيبها. هشفط بقى الكلام ده كله. وبعد كده برضو هبدأ اجيب بقى حتة طبعا مبلولة، وهبدأ انضف المجرى دي برضو عشان تنضف خالص، تبقى يعني ايه، هي يعتبر المكنسة شفطت لي التراب بس والحاجات اللي هي كانت موجودة. اه هنبدأ بقى ننضف كده بحتة مبلولة. عايزة اقول لكم يعني بصراحة انا تعبت من العصافير، مبهدلين لي الدنيا، وعلى طول السور ده ما بينضفش يعني. مجرد مثلا ما انضفه يوم، تاني يوم الاقيه اتبهدل. كده خلاص هنبدأ بقى ايه، امسح برضو ال- الحديد زي ما انتوا شايفين كده، بس اللي طبعا لسه فيه بواقي معمولة. هبدأ اشيلها كده بالحتة دي. وهنا كنت بقى نضفت الحديد خالص. هنا بقى كنت فردت التندة وجبت الزعافة، وبدأت كده ازعفها من جوه. طبعا بتبقى عليها تراب بكمية رهيبة. ببدأ انضفها كده برضو عشان لو فيها تراب او اي حاجة كل ده يروح. بس كده هنبدأ نعمل ايه تاني. هنا بقى طلعت طبعا الفرش اللي انا هفرشه والمفارش اللي انا هفرشها. هنبدأ بقى نشيل طبعا الفرش اللي هو القديم بتاع الركنة، وهبدأ بقى نفرش الفرش اللي انا طلعته. ده كده انا بوريكم الفرش طبعا. هنبدأ بقى نشيل الكلام ده كله، وبعد كده هوريه لكم تاني. هنا خلاص كنت فرشت بقى الفرشه اللي هي بتاعت الركنه دي. عايزه اقول لكم حلوه جدا وبتحمي الركنه بصراحه. طبعا اللي بيقعد عليها بيبهدلها والكلام ده، وغير كده بتديني شكل كده حلو جدا للركنه. بتفكرني بايام زمان الكنب والدنيا بتاعتنا كده الحلوه بتاعت زمان. هنا بقى كنت قفلت الشبابيك وطبعا الستاير، ونضفت بقى المكتبه طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ورصيت الحاجات اللي عليها زي ما انتوا شايفين كده. مش فاضل بس معايا ان انا هعمل الارض بالمكنسة، هو ده كده اللي فاضل معايا. هنبدأ بقى نعملها كده بالمكنسة. وبعد كده طبعا هجيب بقى من تحت طبعا
الركن من جوه. هي عندي السجاد نضيف، هو بس مجرد بس ان انا هسحب لو في تراب او اي حاجه عليه. عايزه اقول لكم ان المكنسه يعني لا غنى عنها، ولا تقولي لي بقى مقشه ولا الكلام ده كله. المكنسه بصراحه يعني بتخلي الشقه حتى تحس كده بريحه النظافه، غير طبعا لما بنكنس بالمقشه ما بتنضفش برضو قوي وكده. هنا بقى كنت دخلت طبعا على السفره، شلت بقى المفرش، وبصوا كميه التراب اللي كان تحت المفرش، كميه تراب كتير. تمام، هنبدأ بقى ننفض طبعا الكراسي، وهنفض كل اللي على السفرة ده. وهنا كنت بقى فرشت المفرش اللي هو الجديد، وطبعا ظبطت بقى الورد وبرضه نفضت الكراسي. برضه هيهاضل معايا الأرضيات، هبدأ بقى برضه أعملها بالمكنسة زي ما انتوا شايفين كده. وهنا طبعا دي الجزامة، هبدأ بقى أشيل كل اللي عليها ده، ونبدأ برضه نغير طبعا المفرش. وهنا خلاص كنت فرشت بقى المفارش بتاعتها اللي هي الصغيرة، وظبطت كده الدنيا، وده كده الشكل النهائي بتاعها. اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا نفضت البرواز، بيبقى فيه كده من جوه الفتحات دي تراب، برضو نفضتها. وهنا كان شكل الصالة بعد ما خلصت. حطيت طبعا الحافظة الجديدة دي، هي مش جديدة، نضيفة يعني قصدي. طبعا بحطها في الصالة كده عشان برد تحمي السجادة شوية. وده كده الشكل النهائي بتاعها كده خلاص. وطبعا الحتت اللي هي باينه بتاعت السيراميك دي طبعا عملتها بالشرشوبه. وده كده الشكل بتاعنا وشكل الترابيزه. حطيت لها برضو المفرش ده. قولوا لي ايه رايكم، الترابيزه دي احسن ولا الاولانيه احسن؟ هنبدا بقى نخش على اوضه الاطفال. هنا بقى كنت غيرت طبعا الملايات، وحطيت بقى الدفايات، وطلعت طبعا البطاطين. وبرضو هنبدأ بقى نشيل بقى الحفاظات دي ونغيرها، ونحط حفاظات تانية بدلها. هنبدأ برضو أعملها بالمكنسة، وهوريكم بقى الشكل النهائي بتاعها. هنا طبعا جيت هنا عند الكمبيوتر، مسحته وظبطت الدنيا. وهنا كنت بقى خلصت الأرضية، وحطيت طبعا الحفاظات النضيفة. بس طبعا دي لون ودي لون، بس مش مهم يعني، أهم حاجة تحفظ لي السجاد زي ما انتوا شايفين كده. وده كده الشكل النهائي بتاع اوضه الاطفال. هنا بقى كنت دخلت المطبخ، وقلت طبعا بعد اليوم الشاق ده لازم ايه، اعمل اكل سريع. مش هينفع ان انا اعمل اكل يعني ياخد معايا وقت. ففكرت ان انا اعمل مكرونه كده باللحمه المفرومه. فطبعا حطيت زي ما انتوا شايفين كده حله على النار، وبعد كده حطيت معلقتين من الملح وشويه من الزيت. ولما الميه غليت بدات انزل حوالي كيلو كده من المكرونه. انا عموما بحب اجيب المكرونه اللي هي السايبه، ما يعني قليل قوي ما بجيب اللي هي الاكياس. ويعني لسبب ان هي يعني فيها بركه شويه عن الاكياس. وهي على فكره بجيبها يعني نوعها حلو، مش اللي هي بتعجن. وهنا كان عندي طماطم في الفريزر، كنت شايلاها في الفريزر الصحيحه. بدات اطلعها، وطبعا سبتها لما تفك. بعد كده بقى هبدا اضربها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. بالنسبة للأكلة يعني المكرونة باللحمة المفرومة، هي بالنسبة لي أكلة سريعة يعني مش هتاخد مني وقت. أو مثلا ممكن أعمل مثلا مكرونة وبطاطس، ممكن أعمل رنجة، ممكن أعمل بطاطس مهروسة. الأكلات اللي هي بتبقى خفيفة، اللي هو بتعمليها في اليوم، اللي بتبقى طبعا قلبة الدنيا وهي عاملة قلبين كده في الشقة والكلام ده كله. فدي من الأكلات السريعة بالنسبة لي. هنا بقى جبت حلة وحطيت فيها شوية من الزيت، وبعد كده هبدأ أنزل بمعلقة كده من التوم زي ما انتوا شايفين. وهبدأ أسيبها بس كده لغاية ما تتحمر. هنا كانت خلاص اتحمرت. هبدأ أجيب شوية من الخل، وبحطهم كده على التوم قبل ما بحط القوطة. بعد كده بدأت بقى أنزل بالقوطة زي ما انتوا شايفين. هبدأ أسيبها بس على النار
لغايه بس ما تسبك معايا شويه. وهنا قلت اعمل بقى جنب حبه المكرونه شويه من السلطه. جبت الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، وخيار وفلفل وبقدونس وجزر. انا عموما يعني بحب اعمل السلطه يعني بتبقى فيها يعني كل حاجه، يعني ما بحبش اعملها طماطم وفلفل وخيار بس. وطبعا هخرط برضو معاها بصل، بس طبعا البصل ما بقطعهوش الا في الاخر خالص عشان الريحه يعني بتاعته. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ اقطعها يعني قطع، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. هنا بقى طبعا اخر حاجة زي ما قلت لكم قطعت البصل. هنبدأ بقى نحط كده التوابل، شوية فلفل وكمون وملح وخل، وطبعا لو ليمون، التوابل اللي عندك. حطيت هنا برضو معلقة من الثوم وشوية من المية زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بقى نحطها كده في الطبق بتاعها ونجهزها عقبال طبعا المكرونة ما تخلص. هنا بقى كان معايا شوية من الجزر، حطيتهم كده على الوش يدوا شكل كده حلو للسلطة. تعالوا بقى نشوف الصلصة بتاعتنا اللي على النار. هنا الصلصة كانت خلاص ده بدأت تخش في السوا، وكان عندي لحمة مفرومة متعصجة كنت شايلاها في الفريزر. عرفتوا ليه بقى ان انا عملت المكرونة باللحمة المفرومة دي؟ بالنسبة لي اسرع اكلة، لان اللحمة عندي اساسا متخزنة في الفريزر. مجرد ان انا طلعت الكيس من الفريزر وعملت شوية المكرونة وخلاص على كده. هنا بقى بدأت اتبلها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هتتبليها بقى ملح وفلفل كمون، التوابل اللي عندك. وبعد كده هنا كانت خلاص الطماطم بقت جاهزة طبعا مع اللحمة المفرومة. هبدأ بقى اقلب المكرونة مع الصلصة زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم طعمها كان حكاية، والصلصة كمان كانت كتير. وهنا كان شكلها النهائي. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، والسلام عليكم.